ازي حضراتكم يا شباب؟ دلوقتي احنا عايزين نعمل جدول بالشكل ده كده، ونعمل فيه امر الميرج في البايثون في مكتبه بنداز. تعالوا نشوف احنا نعمل الامر ده ازاي. دلوقتي يا شباب احنا عشان نعمل الامر ده، فاحنا هنسمي مثلا العمود اللي عندنا وليكن مثلا دي اف اي 1. طيب، وبعد كده هستدعي امر الداتا فريم، بي دي دوت داتا فريم. هفتح قوس وبعد كده هعمل اقواس المجموعه، وهقول عندي اول عمود مثلا وليكن هسميه نيم. اعمل نقطتين فوق بعض وبعد كده هملى عمود النيم، افتح قوس مجموعه وهعمل عمود النيم. يكفينا العمود ده كده. فاحنا كده قلنا له إيه؟ ان انت هتعمل عمود اسمه النيم وفيه اي بي سي. تمام. بعد كده عايزين نعمل عمود تاني مثلا جنبه، وليكن هنسميه السيلز. عمود السيلز اس اي ال اي اس. هنعمل نقطتين فوق بعض وبعدين هنملى عمود السيلز ده مثلا وليكن مثلا 10. فانا كده احنا برضو قلنا له ان احنا في عندك يا باشا عمود السيلز في الداتا فريم دي في 10 20 30 وليكن بالشكل ده كده. هنيجي نقفل ونطلع نعمل داتا فريم دي بالشكل اللي هو زيها يعني. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نعمل امر الميرج. فاحنا لو سمينا مثلا عندنا امر اسمه ميرجد او ميرج، خليها ميرجد 3 مثلا، اي حاجه كده بالشكل ده. وبعدين هنعمل امر الميرج، فهو امر الميرج بي دي دوت ميرج. كويس. بعد كده انت هتقول له عايز تمرج مين ومين، فدي اف اي 1 انا عايز امرج ده، وعايز امرج دي اف اي 2، وهقول له اون عايز تمرجهم من ايه يعني. خلاص، فمن خلال النيم. حلو. وعايز برضو تمام هنا، وهقول له الطريقه اوتر او اوتر ايكوال اوتر. خلاص اتفقنا. فهي ميرج دي 3 كده. فاحنا بالشكل ده كده لو تيجي تبص، فانت هنا شفت ان عندك ضم العمودين مع بعض، السيلز دي والسيلز دي، وهنا الاي والبي والسي كده يا شباب. كان امر الميرج وازاي بنعمل الداتا فريم في البايثون. ما تنساش الاشتراك لو عجبك المقطع، واكتب لي في التعليقات عايز تشوف اي كود تاني في البايثون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.